السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم من جديد فيديو جديد اللي ما نقدم لكم هاد الكيك اللي كتجي اكثر من رائعة. مذاق خفيفة، والصوص اللي فيها من الفوق او الكريمة اللي فيها من الفوق كتعطي واحد المذاق رائع. خاصكم تجربوها لانها سهلة واقتصادية وبشكل شوية مبدل. مهم هنا قبل ما تكملوا الفيديو لك تجدد على القناة كما العادة، فضلا وليس امرا ما تنساونيش من لي لايك وما تنساوش تابوناو في القناه وما تنساونيش من لي كومونتير ديالكم زوينين. ندوزو للطريقه والمقادير في نفس الوقت. ناخذ واحد البول غادي نديرو فيه واحد 4 البيضات كيف كتشوفوا هنا. هاد البيضه ما عرفتهاش مالا باش طرطق ليا بقيت مضاربه معاها. المهم انا البيض كنخرجو من الثلاجه ليله قبل، كنخليه على برا بحراره المطبخ باش الكيك كتجيني طالعه ومهويه مزيان. كناخدو هنا قبيصه تاع الملح كنضيفوها على دوك 4 البيضات. كناخدو الطراب الكهربائي هنا كتبقى ما درتش ليه الخيط في الضو، داكشي باش ما ما طربتش به من الدقه الاولى. صافي كنبدا نطرب بهذا الشكل. هنا غادي نضيف كاس تاع السنيده، كاس، زعما كيفاش نقول لكم، كاس ديال العنبه، كاس تاع السنيده غادي نضيفو على هذاك البيض ديالي وغادي نطرب بهذا الشكل كيف موضح في الفيديو. صافي بهذا الشكل حتى كيتبدل اللون ديالو. هنا كنضيفو واحد الساشي تاع الفاني وكنطرب الكل. الطريقه في الصراحه ديال التطريب كتاخد معايا وقت. انا كنطرب مزيان السنيده والبيض حتى كيضاعف الحجم ديالهم واحد شويه كيف موضح في الفيديو. غير ما كنصورش زعما الفيديو كامل انني كنطرب لان كياخد معايا شويه وقت. هنا كنديروا الزيت، كاس ما عامرش كيف وريتكم، كاس تاع العنبه ما عامرش كنحيدو منه واحد شويه. مهم صافي وكنطربو كذلك بهذا الشكل. هنا غادا نضيف علبه تاع يوغورت اللي كتكون بنكهه الفاني. صافي وكذلك كنطربو بنفس الشكل. كيكه ساهله ولا تبعتو، بالنسبه للمبتدئات لا تبعتو الطريقه بالتدقيق غادا تكون ناجحه معكم مليون في المية، ماشي 100%، مليون في المية. هنا كناخدو واحد الحامضه او ليمونه كيف كتشوفوا وكناخدو القشور ديالها كنحكوهم وما كنوصلش لديك الجلده البيضاء باش ما تعطيناش المروره. صافي خديت هنايا هذوك القشور حكيتهم بهذاك الشكل. هنا كنبدا نضيف الدقيق تدريجيا. انا الدقيق هنا كنخلو قبل، زعما كنغربلو قبل وعاد باش كنبدا نضيف فيه تدريجيا بهذا الشكل كيف موضح في الفيديو. صافي كنحاول نخلط الكل مزيان بهذا الشكل عاد باش كنبدا نطرب بالطراب ديالي. صافي كيف موضح في الفيديو. واحد الحاجه باش تنجح لكم الكيك ملي كنبداو نضيفوا الدقيق، ما كنزيدوش في السرعه ديال الباتور، كنقصوا من السرعه ديال الطراب الكهربائي، كنطربوا على درجه منخفضه. هنا غادي ندير 4 الخمارات ديال الحلوى، هذوك الخمارات الحمرين، خميرة الحلويات، اللي كتكون فيها 8 غرام. صافي كنبدا نضيف فيهم وحده بوحده بهذا الشكل. غير باش تجيكم الكيكه منفوخه، الخمارات كنخليهم حتى الاخر مع الدقيق، والدقيق كنبقاو نديرو تدريجيا والتطراب ما كيكونش تطراب عالي باش ما نهرسوش البيض ديالنا وديك الخفه ديال العجين ديال الكيك. صافي كنبداو نطربوا بهذا الشكل حتى كيعطينا الشكل ديال الرقم 8. صافي هنا مبقيتش غادا نضيف الدقيق. هنا في الاخير كنضيف معلقه كبيره ديال الخل. صافي وكنبدا نخلط. الخل كيعطي واحد الهشاشه للكيك وكيعطي واحد الانتفاخ، كتجي زوينه وكتجي منفوخه مزيان. صافي في هذا الاثناء انا كنشعل الفران، كنشعل عليه غير لتحت، فران العافيه الغاز كنشعل غير لتحت وكنزيد ليه في الحراره ديالو باش يسخن ليا مزيان الفران. ومني كنبغي ندخل الكيك ديالي كنقص عليه. هنا كيف كتشوفوا كنرسم معكم داك الرقم 8 باش كتعرفوا الكيك ديالكم صافي الخليط ديالو هو داك ترسموا الرقم 8. هنا انا غادا ندير هاد المول اللي كيجي الصراحه عالي، كندهنو بالزبده وكنرشو بالدقيق. صافي وغادي نخوي فيه النصف ديال الخليط، ما نخويش الخليط كامل حيت غادي ندير واحد الاضافات كيف غادي تشوفوا في الفيديو. صافي كنديرو هكا وكنهزو يدينا. علاش كنهزو يدينا؟ باش كيدخل الهواء في الكيك ديالنا وتجينا مفشفشه وتجي منفوخه في نفس الوقت.
كذلك لا تسطلات لكم العجينة من هداك الدائري الوسطاني، خاصكم تمسحوها لأنه كيحبس الكيك طلع. صافي هنايا كناخدو هادوك البيبي د شوكولا غادي نضيفهم، وغادي ناخد المشماش غادي نقطعو كذلك واحد الكمية قليلة، غنقطعو المشماش ميبس وغادي نلوحو كذلك اويلي للوحو. غادي نديرو كذلك في الكيك ديالي، وغادي ناخدو كذلك واحد شوية تاع الكركاع، او ممكن ديروا اللوز او ممكن ديروا بيستاج. كيبقى الاختيار ليكم نتوما شنو متوفر عندكم. صافي انا لحتهم ولا حطيتهم بطريقه عشوائيه على العجينه ديالي ديال الكيك. من بعد هنايا غادي نضيفوا الخليط اللي تبقى لينا ديال الكيك بهذا الشكل من الفوق على الكيك، وخاصنا نهزو يدينا مزيان باش كندخلوا الهواء كيف قلت لكم في الكيك ديالنا بهذا الشكل كيف موضح. صافي وكنحاول ندرج هذوك هذيك الفواكه، بغيت نقول لكم كنحاول ندرج هذاك المشماش والكركاع والشكلاط كندرجهم بالعجين بهذا الشكل. صافي هنا غادي نحاول نهبط كاع داك الخليط ديالي ونديرو. صافي هنا غادي ندوزو باش نصاوبو الكريمه. هنا عندنا نص كاس ديال الحامض، ما يعادل 2 حامضات صغار، ساشيت الفاني، معلقه كبيره ديال النشا، وكاس ديال الحليب. هادشي كنعبروه بالكاس ديال العنبه. وبالنسبه للكيك كيف قلت لكم قبل رانا درتها في الفران، شعلت عليها غير من التحت عافيه مهيله. صافي هنا كنضيف واحد 3 المعالق السنيده ومعلقه كبيره ديال النشا في واحد الكاسرون كيف كتشوفوا، وغادي نضيفوا ديك الساشيت الفاني كذلك، وغادي نحركوا الكل، وغادي نضيفوا عليهم كاس ديال الحليب فقط. بغيتوها تجيكم الكريمه كثيره كتضاعفوا المقادير. صافي والكل غادي نديروه فوق البوطه على عافيه مهيله مع التحريك المستمر بهذا الشكل كيف موضح في الفيديو. صافي هنا غادي ناخذ واحد الملون اسود، وماشي عفوا ماشي اسود، ازرق وملون احمر. كنحاول نخلطهم. غادي نضيف هنا شويه من الخليط. صراحه انا بغيت هنا ملون يجيني بنفسجي او موف كيف كتعرفوا. هذاك هو اللون اللي بغيت انا. هنا ضفت واحد شويه تاع النكهات الحامض، وهذاك الملون بقيت كنزيد في الاحمر والازرق حتى تحصلت على اللون بنفسجي بهذا الشكل. هنا غادي نبدا نضيف هذاك العصير ديال الحامض. ملي كنحس بالكريمه بدات كتقل كنضيف داك عصير الحامض، وانا كنخلط حتى كنتحصل على هاد الكريمه بهذا الشكل. صافي هنا كنجيب واحد الصحن، كندير فيه دوك الوريقات كتزيين او كطريقه تقديم. هنا الكيك ديالتي راه طابت، منين طابت من التحت شعلت عليها من الفوق كذلك تحمر ليا. صافي هذا هو الشكل ديالها، كتجي مفشفشه كتجي رائعه. مبغيتش نضغط عليها بزاف لان الصراحه فريمون جات مفشفشه ورائعه، وفي الاخر غادي نقطعها معكم تشوفوها كيفاش كتجي. هنا ديك الصوص اللي صاوبنا او الكريمه اللي صاوبنا لا نديروها على الكيك ديالنا بهذا الشكل. اللي واحد الكريمه خاصكم تجربوها لانها كتجي اكثر من رائعه. علاش انا درت هاد الكريمه؟ لان بزاف البنات طلبوني على الكريمه اللي كتجي مع الكيك بهذا الشكل. كانت عجباتهم واحد الكيك حطيتها قبل بواحد الكريمه، ولكن هاد الكريمه راه كتجي احسن من هذيك الكريمه اللي كنت حطيت قبل. هذه راه اكثر من رائعه، واحد المذاق ديال الحامض فيها كتر من رائع، كتجي بنينه بزاف. خاصكم تجربوها. ما كتضيعش وما كتذوب ما والو زعما. واخا تحطوها في الحال سخون واخا ما كيطرى لها والو كتبقى بالشكل ديالها، خاصها يضربها شويه الهواء باش كتشد راسها اكثر. صافي كنزين بهذه الطريقه عشوائيه. مهم هاد اللون عجبني الصراحه وقلت علاش ما نديروش. لما بغيتوش ديروا ملون خليوها باللون الابيض وزينوها بالقشور ديال الحامض، او زينوها باي طريقه نتوما بغيتو تزينوها بها. صافي انا هنايا واحد هذيك شويه تاع الصوص اللي شاطت زدت ليها ملون الموف مغلوق. هذاك الملون اللي بقى ليا ما بين الازرق والاحمر اللي مغلوق هو هذا. غندير به واحد الخطوط بنفس زعما من نفس الكريمه، غير غلقت اللون هنايا وصافي غير كتزيين او فكره. نتوما الا درتو الصوص بيضاء ممكن تزينوها بالشوكولاط اسود. صافي
بهذا الشكل كنحاول ندير واحد الخطوط هنا. راه حاولت ما نزربش الفيديو لان بزاف البنات كيقول لك تزرب لنا الفيديو كتحرقي لنا اللقطات. المهم حاولت انني ما نزربش الفيديو وتشوفوا اللقطات يكونوا مضبوطين. صافي بهذا الشكل. هنا غادي نجيب واحد الورد اللي غادي نزين به كذلك، وغادي نزين بالرقائق ديال هذا الرقائق ديال الكوك اللي كيتباعوا عند مالي الحلويات اللي هما هادو. الشكل ديالهم كيكون هكا، راه 5 دراهم تبارك الله فيها الخير والبركه. صافي كتاخدوهم وكديرهم هذا كتزيين، بغيتو ديروهم ديروهم، ما بغيتوش كيبقى الاختيار ليكم. المهم انا غير درتهم وقلت نقول لكم شنو هما هادوك اللي كيبانوا هكاك بيضين. الرقائق ديال الكوك راه كيتباعوا عند مالي الحلويات كيزينوا به الصابلين البنات وداك الشيء الحلويات. مهم هنا غادي نزين بداك الورد اللي كيتباع كذلك عند مالي الحلويات اللي كيكون في البنفسجي وكيكون في الاصفر وفي شويه في الابيض. صافي كنزين به كذلك بهذا الشكل. صافي وهذا هو الشكل ديالها. ونتمنى ان هاد الكيك تكون نالت اعجابكم. الصراحه كتبان هماويه وهي راه ساهله ومقادير جد اقتصاديين، غير لما بغيتوش ديروها. لما بغيتوش تحيدوا العكز وصافي. المهم راه كتجي زوينه وسهله واقتصاديه والمذاق يا سلام. انا غادي نخلي لكم واحد المقطع هنايا فاش غادا نقطع هاد الكاطو ديالتي تشوفوها كيفاش كتجي. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو. غادي نقطع معكم واحد الطريف تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. الصراحه كتجي هشيشه وكتجي بنينه بزاف، ما عرفتش كيفاش نوصفها لكم. داك المذاق ديال الحموضه مع الكركاع مع داك الشوكولات مع داك المشماش، واحد المذاق يا سلام. صراحه خاصكم تجربوها باش تعرفوني علاش كنهضر. انا هنا جيت ندوق غير باش نوريكم زعما كمقطع في الفيديو نوريكم كيفاش كتجي. صدقت كيله نص هاد الطرف لانها فريمون عجباتني. هشيشه جات وفيها واحد المذاق اكثر من رائع. التصوير الصراحه ما عطاهاش حقها. لو تشوفوها مباشره ما نقولش لكم المنظر والمذاق يا سلام. خاصكم تجربوها باش تعرفوني علاش كنهضر. هنا وصلنا لنهايه الفيديو. ما سخيتش بكم. نتمنى ان هاد الانواع ديال الفيديوهات يكونوا كينالوا اعجابكم، ونتمنى هاد الحلويات او هاد الاقتراحات اللي كنقترح عليكم ينالوا اعجابكم. ما نكثرش عليكم اكثر. ما سخيتش بكم. الى فيديو اخر، مع السلامه. وكذلك قبل من قبل من نحبس الفيديو، الا كنتو جداد على القناه ما تنساوش تابوناو وشجعوني وبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء واللي تعم الفائده الجميع. وما تنساونيش من لي لايك لان لي لايك هما اللي كيخليو الفيديو يتشاف اكثر. مع السلامه الى فيديو اخر.